10 مساء بتوقيت أسمر المحلي. أينما كنتم سيداتي سادتي من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء المستهلك المعتاد بأهم وأبرز العناوين. السفير يوهانس تخلميكائيل يلتقي مسؤولي جنوب السودان. علم شمال البحر الأحمر يشهد دفع أكثر من 328 مليون شطط نافير بمناسبة 20 من يونيو يوم ذكرى الشهداء. مقتل 4 في قصف طائرات مسيرة تركية في شمال العراق. منظمة التجارة العالمية تتوصل لاتفاقات تاريخية. الصين تطلق حاملة طائرات ثالثة أكثر تطورا. إليكم التفاصيل. التقى السفير إريتريا في جنوب السودان السيد يوهانس تخلميكائيل المسؤولون في جنوب السودان وبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية. وأوضح لدى لقائه يوم 15 من يونيو نائب رئيس جنوب السودان تعبان دينغ أيو ووزير الخارجية مايوك أيو دينغ وكذلك نائب وزير الخارجية أوضح استعداد إريتريا للمساهمة بدورها المتواضع من أجل تكامل واستقرار وسلامة وتنمية وازدهار المنطقة. وأشاد نائب الرئيس تعبان دينغ وزير الخارجية مايوك أيو دينغ باهتمام ودعم حكومة والشعب إريتريا لشعب وحكومة جنوب السودان، مؤكدين الرغبة لتطوير العلاقات الثنائية. وأشار المسؤولون إلى أهمية دور إريتريا لتقوية السلام والشراكة الإقليمية. أفاد مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم شمال البحر الأحمر تقديم أكثر من 328 مليون نقفة لإعالة أسر الشهداء منذ شهر يناير 2004. وذكر ممثل المكتب السيد إسماعيل عثمان تقديم دعم إضافي إلى جانب الإعالة المنتظمة لأسر الشهداء المحتاجة بعون المواطنين في الداخل والخارج، حيث قدم حوالي 10 مليون نقفة ل 980 أسرة شهيد. كما تم إسهام عمال القطاع العام والشعب بحوالي 2.7 مليون نقفة إضافي لأسر الشهداء، فضلا عن الدعم العيني في صيانة المنازل والأنشطة الزراعية وغيرها. وقال سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد رزانا أدوناي أن إعالة أسر الشهداء ليست مهمة الحكومة لوحدها، وقد تم هذا العام تقديم حوالي 1 مليون نقفة ل 144 أسرة شهيد من العمال المدنيين أعضاء الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة. من ناحية أخرى، جرت بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء أنشطة نفير نظافة في مقبرة الشهداء في مصوع وسهل سالينا ونصب الشهداء في طوالوت بمشاركة عضوات الاتحاد الوطني للمرأة وجمعية سيارات الأجرة والشباب العمال في إدارة مدينة مصوع وأعضاء شرطة الإقليم والاتحاد الوطني للشباب والطلبة وعمال مصنع الملح في سالينا والإقليم. كما نفذ أفراد قوات الدفاع أعمال صيانة في مقبرة الشهداء في مصوع. هذا ونظم أيضا برنامج ذكرى الفخر في سهل سالينا بمناسبة 20 من يونيو، تضمن فعاليات فنية. وعرض في قاعة مدينة مصوع فيلم وثائقي أعده الفنان قدي قبر ميكائيل يبرز جرائم أنظمة إثيوبيا الاستعمارية على المدنيين العزل. قدم السكان في مديريتي كرن وعلاب العيد أكثر من 144 مليون نقفة لأسر الشهداء المتواجدة في مناطقهم. وقدم سكان إدارة الضاحية السادسة في كرن مبلغ 37,800 نقفة لأسر الشهداء. كما قدم سكان الإدارة الضاحية الأولى أكثر من 21,500 نقفة. وقدمت السيدة السناية تخلاي صاحبة مقهى دعما عينيا بقيمة 5,000 نقفة. من ناحية أخرى، نظمت إدارة مدينة كرن حملة نظافة بمناسبة 20 من يونيو شارك فيها سكان إدارات الضواحي وعمال القطاع العام وأفراد الجيش والجنسية والهجرة والهندسة العسكرية والاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا وغيرهم من 6 وحتى 18 من يونيو.
وقدم عمال القطاع العام والجبهة وأعضاء الاتحادات الوطنية مبلغ 80,000 نقفة لأسر الشهداء. شهدت منطقة مايدمند بالإقليم الأوسط في الفترة من 14 وحتى 17 من يونيو بمناسبة العشرين من يونيو يوم ذكرى الشهداء الأبرار تنفيذ أنشطة نافير واسعة. وأوضح عضو سلطة الغابات والحياة البرية في الإقليم مشاركة أعضاء مكتب الرئيس والوزارات والشركات والاتحادات الوطنية وكذلك أعضاء الشرطة الإريترية وإدارات المديريات في النافير التنموي، وذلك لتنفيذ أعمال تنموية فعالة تمثلت في إنجاز 43 هكتار من المدرجات الحوضية وإعداد 8,000 حفرة لغرس الشتل. وقال المشاركون أن المهام المنفذة تخلق الارتياح إلى جانب إسهامها القوي في تفعيل الحملة الخضراء، لذلك سيعملون لاستكمالها. في غضون ذلك شهدت مدينة عدغيح في 16 من يونيو تنفيذ أنشطة مماثلة لرعاية الأشجار في مقبرة الشهداء، وقرص مئات من الأشجار في 17 من يونيو عن طريق سكان إدارة ضواحي المدينة الرابعة. كما نفذ أعضاء الشباب العامل في مديرية عصب أنشطة نفير فاعلة في مقبرة الشهداء تمثلت في رعاية الأشجار والنظافة البيئية. في غضون ذلك أحيا أعضاء الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والاتحاد الوطني للمرأة الإريترية والاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا في الإقليم الأوسط وكذلك أعضاء وزارة الإعلام 20 من يونيو بتنظيم أنشطة ثقافية وفنية متنوعة. ذكرت زوجات الشهداء في الإقليم الأوسط اللواتي تلقين التدريب المهني الذي نظمه الاتحاد الوطني للمرأة أنه ساهم في تحسين حياتهن المعيشية. وأوضحت النسوة أن التدريب الذي تلقينه في الغزل والنسيج مكنهن من العمل وتحقيق تقرير أفضل مصحوبا بالإعالة المنتظمة من الحكومة والدعم الشعبي. وقالت مسؤولة مركز التدريب المهني في فرع الاتحاد الوطني للمرأة السيدة حداث موسيه أن المركز درب 520 امرأة راعية بينهن 320 زوجة شهيد في 14 دفعة، ويعملن معظمهن تحت إشراف الاتحاد الوطني للمرأة وتسيير 50 منهن حياتهن بالعمل الفردي. وأشارت إلى تقديم مصروف جيب بمبلغ 400 إلى 600 نقفة شهريا للمتدربات في الغزل والنسيج ل7 أشهر السنة الماضية. وذكرت زوجة الشهيد قدسان أبدوم التي تعمل مدرسة في المركز أنها تدربت في المركز وتقوم بالتدريب فيه لأمثالها من الزوجات الشهداء والمرأة الراعية المحتاجة. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي أجريت اليوم السبت في الإقليم الأوسط قد أظهرت إصابة مواطن في وسط المدينة وآخر قادم من صنعاء بكوفيد-19. في غضون ذلك شفي مريضا كورونا كانا يتلقيان الرعاية الصحية في الإقليم الأوسط. بهذا بلغ عدد المصابون بكوفيد-19 في البلاد حتى الآن 9777، شفي منهم 9667 وتوفي 103 مريض، فيما يتلقى 7 مرضى الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 18 من يونيو 2022. السادة والسيدات نتوقف مع فاصل ومن ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. قتل 4 مقاتلين من حزب العمال الكردستاني التركي المعارض في قصف نفذته طائرات مسيرة تركية في كردستان العراق وفقا لحكومة الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال البلاد. وقال جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم أن طائرات بدون طيار للجيش التركي استهدفت عربة لمقاتلي حزب العمال الكردستاني، مضيفا أن الهجوم أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخر. في الوقت نفسه ذكرت وزارة الدفاع التركية أنه تم تحييد 6 من إرهابي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، موضحة أن ذلك يندرج في إطار عملية قفل المخلب التي تنفذها.
أعلن المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي كان يهدف إلى تناول انعدام الأمن الغذائي الناجم عن الحرب في أوكرانيا أنه وافق في جنيف على اتفاقات تاريخية بشأن الصيد وبراءات اختراع لقاحات كوفيد-19 والأمن الغذائي. وقالت المديرة العامة للمنظمة ناغوزي أونكونجو إيويلا أمام رؤساء وفود الدول 164 الأعضاء في المنظمة أن هذه مجموعة غير مسبوقة من النتائج. وأعلن رئيس المؤتمر الوزاري تيمور سليمانوف مساعد رئيس مكتب رئيس كازاخستان التوصل إلى اتفاق بين المفاوضين على كل هذه المواضيع بعد عدة مداولات مكثفة استمرت أيام عدة خيم عليها خصوصا موقف الهند المتشدد. أطلقت الصين رسميا حاملة طائرات ثالثة خلال مراسم أقيمت بمناسبة إنزال السفينة إلى المياه في حوض لبناء السفن في شنغهاي على ما ذكرت وكالة الأنباء الصينية الجديدة شنخوا. وتعد حاملة الطائرات هي الثانية التي تبنى كليا في الصين وأكثر تطورا بكثير من الحاملتين السابقتين، ولن تسلم إلى القوات البحرية إلا بعد تجارب عدة في البحر. وقد عمدت البحرية الصينية في السنوات الأخيرة إلى تمرير حاملات الطائرات التابعة لها في مضيق تايوان الذي يفصل الصين القارية عن تايوان. في الختام إليكم تذكير بأبرز العناوين. السفير يوهانس أخلاقي يلتقي مسؤول جنوب السودان. دفع أكثر من 320 مليون نقفة لإعادة أسر الشهداء في إقليم شمال البحر الأحمر. أنشطة نافعة بمناسبة 20 من يونيو يوم ذكر الشهداء. مقتل 4 في قصف طائرات مسيرة تركية في شمال العراق. منظمة التجارة العالمية تتوصل لاتفاقات تاريخية. الصين تطلق حاملة طائرات ثالثة أكثر تطورا. دمتم في أمان الله وحفظه.